مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازاي صحتكم؟ ايه رأيكم في كمية البتنجان دي؟ ما انا عندي هنا العيلة بتنجان يعني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شفتوا كمية بتنجان كتيرة. هتستغربوا من الكمية دي وهتقولوا مثلا هي جاية هتعمل ايه بالبتنجان ده كله. انا هحكي لكم الواقعة في نص الفيديو. بس مبدئيا انا عادة البتنجان الطويل، انا كده العرايس طويل او عرايس حسب ما انتوا بتقولوا، انا كده كده لازم كل سنة بخزنه لما بيبقى سعره حنين، لان هو تخزينه سهل جدا وانتوا هتشوفوه معايا في الفيديو. بينفعني طول السنة. في فترة ممكن تكون مثلا لو انت عاملة مخللات خلصت منك في الشتاء مع الجو الوحش مع اي حاجة، وتكوني عاملة مثلا نوع من الخضار عايزة تعملي جنبه فاتح شهية، فبكون اسهل حاجة ان انت بتطلعي الكيس وبتحطيه في مية مغلية وبتقومي بالتخليل بتاعه عادي. تمام. بالنسبة لبابا غنوج سوري البتنجان الكوبي ده، طبعا احنا يعني كل بيت مصري بياكل في الاسبوع وجبة او وجبتين سمك. انا عن نفسي يوم الجمعة ده اساسي عندي السمك. فبالنسبه لي بابا غنوج ده انا بعملها وبقشرها وبحط عليها كل التوابل بتاعتها وبحطها في التلاجة في الفريزر، وعند الاستعمال يعني يوم الجمعه تلاقوني اطلعها الصبح اكنك لسه شويها طازه. يعني خدي مني المعلومه وتاكدي ان هي فيها صدق وامانه. تمام. بصوا بقى قصه البتنجان ده، ان كان يوم حر شديد وانا جوزي نازل من الشغل، فلقى يعني حد كده من امهاتنا الريفيات الجمال مع حاجات كتيره، وكان الجو حر قوي. فزي ما تقولوا يعني قالت له ما تاخد الحاجه دي، فقال لي انا عارف انت هتقولي ان انت مش محتاجاها، بس انا صعبت عليا من الحر. كان بقى بتنجان على الباميه لو نزلت لكم، كان وليمون، عملت مخلل ليمون يجنن. تمام. اما بقى بالنسبه لكميه البتنجان دي، انا خدت منه الحجم الكبير، خدت الحجم ده سلقته نص سلقه وانتشلته من المية السخنة وفتحته وعصرت عليه ليمون. لازم تعصري عليه ليمون، لان لو انت حاطه في الفريزر ومش حاطه ليمون هيسود. تمام. بالنسبه للبتنجان الكوبي اللي انا جبته شويت منه جزء، وفي جزء كان من البتنجان الطويل ده كان حجمه كبير. اوعي البتنجان يدخل معاكي في سوا كبير، لان التلاجة اصلا بتساعد على التسويه. ما انا هنا شطفته لان انا حسيت ان هو الميه يعني استوى مني. جالي تليفون فروحت لاحقه الموقف بدوش ساقع كده عليه عشان اوقف عمليه التسخين بتاعته. تمام. هنا بالنسبه لبابا غنوج انا زي ما انا قلت لكم اهو، حطيتها وتبلتها وحطها في علبه. بالنسبه للبتنجان الطويل فتحته وحشيته وعصرت عليه ليمون وكيسته حسب انا عايزه في كل كيسه كم واحده. بالنسبه للبتنجان الكوبي اللي انا قليته، ممكن تعملي منه مسقعه، ممكن تدخليها في مقلوبه ان شاء الله هعملها معاكم، ممكن تعملي المسقعه الكدابه، ممكن تعملي بتنجان بالخل والثوم. تمام. بس طبعا انا ما حطيتوش في الفريزر، انا استعملته في خلال الاسبوع في وجبات للاسماك وعملت صينيه مسقعه. بالنسبه لده شلته في الفريزر، عند الاستعمال انا طلعته. بالنسبه للبتنجان الطويل زي ما انا قلت لكم كده، عفوا، حطيت فيه الليمون وكيسته. شوفي انت مثلا بتعملي مثلا نص كيلو، انت بالنظر كده هتحطي كل نص كيلو في قلب كيسه وتحطيه في التلاجة، ووقت ما تكوني محتاجاه بتطلعي، بيبقى حلو جدا مع الباميه. وبالنسبه للبتنجان التاني زي ما انا قلت لكم الحاجات اللي انا دخلتها فيه. بصوا يا جماعه جبر الخواطر حلو قوي. يمكن كان اليوم ده كانت باميه وبتنجان وليمون، كان يوم صعب، بس والله حسيت ان هو يعني جبر خاطر حد، فاكيد ربنا هيجبر خاطرنا يعني. تمام. بصراحه احنا نفسنا جوه البيوت احنا مش قادرين نستحمل الحر. ربنا يعين كل حد بيشتغل وبيتعب، وربنا يرزقكم الرزق الوفير الحلال ويجعلكم دايما برين بالناس. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.